قبل ما ابدا ما تنساش تصلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام، ومش هطول عليكم اكتر من كده، ويلا بينا نبدا. بتبدا حكايتنا مع هاركو اللي بيكون طالب عادي جدا زي اي طالب، ولكن الطالب دوت بيكون منعزل تماما وبيموت في حاجه اسمها وحده، وبنشوف ان هو بيكون مع نفسه ومش بيكون ليه اي اختلاط مع اي طالب تاني. وبعد كده بنشوف ان بيحصل حدث غريب وكله بيكون مرعوب من المنظر دوت. بيشوفوا ختم سحري بيحيط بالمكان بالكامل، وهارك بيجري ناحيه الباب علشان يهرب من الفصل بسرعه، ولكن الباب مش بيفتح، وبيحاول بكل الطرق لكن الباب مش بيرضى يفتح معاه. وبعد كده بيشوف فتحات التهويه وبيجي له فكره ان هو يهرب من هناك، وبعد كده بيوصل لهناك ويفكر ان هو اللي نجي الوحيد من الفصل دوت، ولكن بيشوف ان الختم مش بيكون سابه وبيروحوا وبيجيبوا من قفاه، ويا دوبك بيفتح عينه كده بيشوف ساحر عجوز بيكون واقف قدامه، والساحر دوت بيقول له ان هو كان بيحاول ان هو يستدعي بطل علشان ينقذ العالم دوت، وبيقول له ان المفروض كل واحد يوصل هنا ويختار مهاره من المهارات الكتيره اللي بتكون موجوده، وبيقول له ان الطلاب كانوا كتير جدا واختاروا اغلبيه المهارات الحلوه وسابوا له شويه مهارات كحيانه جدا، والمفروض ان دلوقتي هارك يختار واحده من المهارات ديت، ولكن اول ما بيشوفهم بيكون مصدوم. بعد كده بيروح للراجل وبيبدا ان هو يتخانق معاه، وبيقول له ان المهارات ديت بتكون ضعيفه جدا، وبيقول له هو انت عاوزني اموت ولا ايه؟ فالراجل بيقول له خدهم كده كلهم ببركتهم وروح اتكل على الله، وبعد كده بيقول له تمام، وبياخد اللي يقدر عليه، ويا دوب بيفتح عينه وبيلاقي نفسه في عالم تاني، وبيتفاجئ ان هو بيكون في غابه غريبه جدا، وبعد كده بيشوف شنطه سحريه بتكون مرميه جنبه وبيكون جواها شويه اسلحه كتير، وبعد كده بيشوف لبسه حلوه جدا كده فبيقرر ان هو يلبسها، وبعد كده بيظهر في ايده نرد كده، وبنعرف ان النرد دوت لو جه عليه رقم فالرقم دوت هيزيد مستواه بنفس الرقم، وبعد كده بيطلع 2 ام، وبنعرف ان كده الحظ عنده بقى ليفل ماكس، وبعد كده بنعرف ان هو بقى في المستوى الاول، وبعد كده بيبدا ان هو يستكشف في الغابه، وبيبدا ان هو يدور على مكان علشان يقدر ان هو يعيش فيه، وبعد كده بيلاقي مهاره تحسين الرؤيه، وبعد ما بيستخدمها بيتفاجئ ان هو بيقدر ان هو يحدد اسماء واستعمالات الاشياء اللي بتكون موجوده قدامه، وبيبدا ان هو يجمع شويه اكل وشويه حاجات كده من مستلزماته، ولما بيكون ماشي بيشوف كهف كده وبيعجبه بيقرر ان هو يدخل جواه، لكن بيكون خايف لا يكون في حد موجود جواه، لكن لحسن الحظ مش بيلاقي اي حد جواه وبيكون الكهف فاضي خالص، وبيقرر ان هو يعمل من الكهف دوت بيت ويعيش فيه، وبيكتشف ان هو بيكون عنده مهاره بقاء السحر، والمهاره دي بتكون اسطوريه جدا، وبعد كده بيبدا ان هو يجمع شويه خشب علشان يولع نار، وبالمهارات بتاعته بيولع نار، وبيكتشف ان المهارات بتكون كويسه يعني. المهم ان بعد كده بيعمل اكل وبيبدا ان هو ياكل، وبعد ما بياكل بيقرر ان هو يبدا ان هو يستكشف في المكان دوت، وبعد كده بيخرج، واول ما بيمشي خطوتين بيلاقي شويه غلان قدامه وبيقرر ان هو يحاربهم، وبعد كده بيستخبى وبيقرر ان هو يحلل مهاراتهم، وبعد كده بيعرف ان الغلان ديت بتكون ضعيفه جدا وان هو يقدر ان هو يهزمهم بكل سهوله، وبعد كده بيطلع عصايه من جيبه وبيقرر ان هو يستعمل عليها السحر، وبيبدا ان هو يهجم عليهم، وبيمسك واحد وبيعمل معاه الواجب، والتاني بيقرر ان هو يهجم عليه، لكن الواد طبعا كان قوي جدا وبيقدر ان هو يهزمهم هما الاثنين، وهو كان واقف مستغرب جدا ان هو ما كانش متوقع ان هو يكون عنده القوه ديت، وبعد كده بيقعد علشان يعمل اكل وبيكون مبسوط جدا، وبعد كده بيشوف مهاراته ويتفاجئ ان هو بيكون اتطور جدا وبيكون فرحان على الاخر، وبعد كده بيبدا ان هو يتدرب علشان يكون اقوى شويه، وبعد كده بيخرج بره وبيقرر ان هو يستعمل قوته، وبيتفاجئ ان هو بيكون عنده قوه كبيره جدا، وبعد كده بيقابل شويه غيلان كده وبيبدا ان هو يهجم عليهم وبيخلص عليهم في سكته، وبيقول في نفسه كده ان هو مش هيعتمد اي حيوان تاني واي وحش هيقابله هيخلص عليه، لكن بيتفاجئ ان هو بيشوف غول كبير جدا، وبعد ما بيشوف ان الغيلان دي بقت اقوى فبيقرر ان هو يرجع لان هو في الفتره ديت مش قوي للدرجه ان هو يواجههم، وبعد كده بيشوف ارنب وبيبدا ان هو يجري وراه علشان يصطاده، واول ما بيمسكه بيكون فرحان جدا وبيقول اخيرا ان انا هقدر ان انا اكل لحمه، وبعد كده بيحس ان بيكون في حد قريب منه في المكان، فبيتفاجئ ان بيكون هم دول الطلاب اللي كانوا معاه في الفصل، وبعد كده بنعرف ان البنت اللي معاهم دي بتكون اسمها سيرا، وهو طبعا كان بيحبها من زمان، وطبعا علشان هو كان منعزل جدا فما كانش بيقدر ان هو يتكلم معاها او حتى يقرب منها، وبعد كده بيقول ان هو بيكون سعيد جدا لما بيكون لوحده، ويا ترى ايه هي الحكايه، وبعد كده بيستخبى قبل ما اي حد يشوفه، لكن صحابه بيلاحظوا ان بيكون في حركه في المكان، ولكن فجاه الارنب بيطلع، وهم اول ما بيشوفوه بياخدوا بعضهم وبيمشوا من المكان، وهالك بيروح علشان يراقبهم علشان هم كانوا مجموعه المشاغبين اللي كانوا معاه في الفصل، وبيعرف انهم عاوزين ان هم ياذوا الطلاب التانيين اللي معاهم، وهالك اول ما بيسمع الكلام دوت بيكون متضايق جدا، وبعد كده بيرجع للبيت بتاعه، وبعد كده بيتفاجئ ان هو بيكون عنده مهاره الوحده، وهو دوت اللي بيخليه يتفادى كل اللي حواليه، وبعد كده بيقرر ان هو يظبط المكان اللي هو فيه، وبيبدا ان هو يستخدم قوته وبيظبط المكان، يعني بيجيب شوت سرير على كام حاجه كده. المهم ان بعد كده بيسمع صوت غريب بيكون بره، وبعد كده بيشوف اصحابه وهما بيكونوا بيواجهوا شويه غيلان، وبعد كده بيقرر ان هو يساعدهم، ولما بيجي يستخدم مهاره الرؤيه بتاعته بيتفاجئ ان اصحابه بيكون عندهم قوه كبيره جدا، واول ما بيعرف الكلام دوت بيقرر ان هو يسيبهم ويمشي، لكن بيتفاجئ ان في شويه غيلان بيحاصروهم من ورا وبيكونوا زانقينهم على الاخر، وهو بعد كده بيقول ما بدهاش، وبيقرر ان هو بيبدا ان هو يهجم عليهم وبيبدا ان هو يخلص على الغيلان واحد ورا الثاني، وبعد كده هما بيشكروه، طبعا بيكون متضايق جدا بسبب لعنه
الوحده اللي بتكون عنده. المهم ان هو بعد كده بياخدهم للبيت بتاعه، وهم طبعا اول ما بيدخلوا جوه بيكونوا مصدومين بسبب ان المكان بيكون منظم جدا. وبعد كده هو بيسالهم عن باقي الطلاب، وهم بيقولوا له ان هم هربوا منهم وما يعرفوش هم بيكونوا فين. وبنعرف ان الجماعه دول اسمهم جماعه الحمايه، وهم كانوا مقسمين نفسهم، يعني الجماعه دول كانوا بيحميهم والباقيين طبعا كانوا ضعفاء وكانوا مرعوبين جدا. وبنعرف ان لما الغيلان كانت بتهجم عليهم فجماعه الحمايه هم اللي كانوا بيحميهم وبيخلصوا على الغيلان. وبنعرف ان سيرة هي اللي كانت متوليه دور القياده، وكانت بتاخدهم يعني لاي مكان علشان يقدروا انهم يعيشوا فيه. ولكن طبعا الطلاب ما كانوش عاوزين انهم ينفذوا كلامها، وطبعا الطلاب كل واحد بيروح على مكان، وسيرة طبعا بتحاول انها تجمعهم لكن مش بتعرف. وبعد كده مش بنشوف اي حد بقى غير جماعه الحمايه، واللي هم بيكونوا بيحموا الكام طالب الضعفاء اللي بيكونوا معاهم. وبعد كده بنعرف ان جماعه المتمردين هم السبب ان الطلاب طبعا ينفصلوا عن بعض. وبنعرف ان الجماعه ديت بيكون عندهم مهاره انهم يقدروا انهم يتحكموا في اي حد، وعلشان تقدر على المهاره ديت لازم انك تطور من مستواك. وبنعرف ان الطلاب لما عرفوا كده راحوا قالوا لسيرة، وبعد كده سيرة بتحسن من مستواها وبتروح للطلاب دول، وهم طبعا بيحاولوا انهم يسيطروا عليها لكن مش بيعرفوا، وهي بتعمل معاهم الواجب. وبعد كده بتطردهم من المخيم وبتعرف باقي الطلاب بحقيقتهم. ولكن للاسف جماعه المشاغبين بيرجعوا للمكان وبيبداوا انهم يبوظوا فيه، وطبعا اللي بيتحمل مسؤوليه كل اللي حصل دوت هم جماعه الحمايه. وبالرغم من انهم طبعا كانوا بيحاولوا انهم يحموهم، لكن الطلاب مش بيسمعوا الكلام دوت وبيبداوا انهم يهجموا عليهم. والرئيسه طبعا بتقرر انها تدافع عنهم، لكن الموضوع بيسوء وجماعه الحمايه بيقرروا انهم يمشوا. وهالك طبعا اول ما بيسمع الكلام دوت بيكون صعب عليهم وبيعرف انهم عانوا جامد جدا. المهم ان تاني يوم بنعرف انهم خلاص قرروا انهم يمشوا ويروحوا لاقرب مدينه يقدروا انهم يروحوا لها. المهم ان بعد كده هالك بيبدا ان هو يودعهم، لكن اللعنه اللي عليه بتسيطر عليه وبيبدا ان هو يطردهم من المكان. المهم ان هو بعد كده بيقرر ان هو يروح للمكان اللي تم تدميره، واول ما بيفعل مهاره الرؤيه بيشوف مجموعه من البنات بيكونوا موجودين في المكان، وبيحاول ان هو يهرب قبل ما هم يشوفوه، لكنهم بيشوفوه وبيسالوه لو كان شاف مجموعه الحمايه وهو جاي عليهم، وبيقولوا له انهم بيكونوا عرفوا بغلطهم وبيقرروا انهم يعتذروا لهم علشان هم كانوا بيساعدوهم وبيحموهم دايما. وهالك طبعا بيتعصب عليهم جدا وبيقول لهم انهم المفروض ما كانوش يعملوا كده، ولازم دلوقتي ينزلوا وراهم المدينه ويعتذروا لهم على اللي هم عملوه دوت. وبيقول لهم انهم لازم يرفعوا من مستواهم الاول علشان لو قابلتهم شويه وحوش يقدروا انهم يدافعوا عن نفسهم شويه. وبعد كده بيتفاجئ انهم قعدوا مكانهم، وبيتفاجئ ان هو بيكون عنده مهاره الاخضاع وانها اتفعلت لوحدها. وبعد كده بنشوف ان هو بيكون مظلوم، بيكون خايف جدا لحد يشوفه ويفهمه غلط ان هو بيعمل اي حاجه غلط. وطبعا النحس مش بيسيبه، وبعد كده بنشوف ان سيرة ظهرت وبتبدا انها تزعله على اللي هو بيكون بيعمله دوت. المهم ان بعد كده بنشوف ان شويه بنات كمان بيكونوا وصلوا المكان، وبعد كده سيرة بتبدا انها تبص على البنات وهم بيكونوا تحت تاثير مهاره الاخضاع، وهي طبعا بتبدا انها تساله هم مش بيكونوا بيتحركوا ليه، وهو طبعا بيكون في موقف لا يحسد عليه. وبعد كده تاثير المهاره ديت بيروح، والبنات طبعا بيتجمعوا علشان يشوفوا هم يعملوا معاه ايه دلوقتي. المهم ان هو في الوقت دوت بيقرر ان هو يهرب، لكنهم بيمسكوه وبيقولوا له انت بتفكر تعمل ايه، وبعد كده هو بيقول تمام، وبيبدا ان هو يتدرب على نوع جديد من السحر، ولكنه طبعا بيندفن في الارض وحالته بتكون حاله. وبعد كده سيرة بتطلعه وبتقول له انت بتعمل ايه دلوقتي يا حزين، وبتقول له علشان تهرب مننا بتدفن نفسك في الارض، وبتقول له انت شكلك كده غبي جدا. وبعد كده بتقول له انهم قرروا ان هو يساعدهم، وهو بيقول لها ان هو يساعدهم من اول بكره ودلوقتي هو هيروح البيت. وبعد كده سيرة بتقول له ان كده بسيطه جدا، احنا هنروح كلنا مع بعض، وهو بيتصدم وبيقول لها نروح فين، فهي بتقول له نروح معاكم، مش من الرجوله انك تسيب مجموعه من البنات في المكان دوت دلوقتي. وبعد كده بيفعل مهاره الرؤيه علشان يقدر ان هو يرجع للكهف. وهم ما بيوصلوا هناك وبيدخلوا جوه البنات بيكونوا حرفيا مظلومين جدا. وبعد كده بيقولوا اخيرا بقى عندنا بيت، وهو بيعرف ان هو اتدبس، وهو ما بيعرفوا ان بيكون في حمام في المكان. وبعد كده الهدوم بتطير والدنيا بتكون سداح مداح على اخر يعني. وبعد كده بنشوف ان هالك خد بعضه وقرر ان هو ينام في خيمه بره البيت خالص. المهم ان هو بعد كده بيشوف سيرة بتكون داخله عليه وبتبدا انها تشكره، وانهم طبعا ما كانوش عارفين هيعملوا ايه في الورطه اللي هم كانوا واقعين فيها ديت، وبتبدا تشكره وبتقول له ان من فضلك انت بينا حاسين بالامان دلوقتي، وبتقول له انها لو كانت تقدر انها تحميهم ما كانتش طلبت منه من الاول. ولكنه طبعا بيقول لها لا عادي ما يهمكيش، وبيعرف انها بتكون ذكيه جدا وانها عندها حل لاي مشكله. وطبعا هي بتكون عكسه جدا، ان هو طبعا بيكون حياته كلها مشاكل ومش بيعرف ان هو يحلها. المهم ان بعد كده سيرة بتشكره وبتاخد بعضها بتمشي، وبعد ما بتمشي هو طبعا بيكون فرحان جدا بالكلام دوت. المهم ان تاني يوم بيصحى بيلاقي بنته قدامه يكون اسمها ناني بتقول له ان الفطار بقى جاهز. وبعد كده هو بيقول لها ايه اللي جابك هنا، وهي بعد كده بتقول له ان هي طبعا عملت له سمك مشوي علشان ترد له الجميل ان هو خلاهم يباتوا عنده. طيب وبما انك وصلت لحد هنا ما تنساش تصلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام، وتشترك في القناه وتفعل زر الجرس، ويلا سلام.